في المغرب حديث كبير عن تألق الوداد مع مكونة في الفترة الأخيرة أو تحسن عشان يبقى الكلام موجود في سياقه، يعني الفوز على الدفاع الحسني الجديد بهدفين دون رد. لكن الفكرة أن الوداد دائما يصطدم بأنه نهضة الزمامرة على أعلى مستوى هذا الموسم في الدوري المغربي، تاني الدوري في الوقت الحالي، نهضة بركان بيعيش عالم لوحده في الصدارة، وكمان الجيش الملكي المتشبث بأماله بالوصول للمركز الثاني أو المقعد المؤهل لدوري أبطال أفريقيا بعد ما نهضة بركان تقريبا حسم كل شيء. الوداد رابعا، لكن إلى أي مدى في التحسن؟ ده رقم واحد. ورقم اثنين، إلى أي مدى الوداد قادر على منافسة نهضة الزمامرة ومنافسة الجيش الملكي على إنه يصعد للمركز الثاني بعد ما نهضة بركان تقريبا خلص كل الأمور في الصدارة. أنت عارف كده الإنسان اللي بيجي له صدمة كده، الصدمة بتاعت خسارة الوداد في ملعب العرب الزولي بنتيجة 4-1 من المغرب الفاسي كان ليها نقطة تحول لأن الجمهور بدأ يشكل ضغط على رئيس النادي هشام آيت منا وعلى رولان مكوينة. احنا بندعمك واحنا عندنا صبر وبمبدأ العائلة زي ما متعود جمهور الوداد، ولكن تقدر تقول للصبر حدود لان الهزيمه كانت قاسيه جدا. تحسنت الامور في مباراه المغرب التطواني والفوز 2-1، ثم اتحاد التوارجه الفوز 2-1، ثم الدفاع الحسن الجديدي والفوز 2-0، وتالق بعض الاسماء اللي ما كانش حد متوقع لها انها تتالق على حساب اسماء اخرى. محمد الرايحي مثلا الهداف بتاع الوداد لحد دلوقتي، وكمان كاسيوس مايلولا، يعني راجل عامل اداء اكتر من جيد مع فريق. بس ايه اللي اتغير؟ لعيبه ظهرت ولا في حاجه في الفنيات اتغيرت؟ بص، رولان مكوينة محدش يقدر يختلف عليه ان هو مدرب كبير ومدرب كويس، ولكن رولان مكوينة لما برز مع سان داونز ولما فاز بالسوبر ليج الافريقي ووصل لادوار متقدمه في دوري الابطال، هو داخل على منظومه جاهزه. هو دلوقتي اصطدم بارض الواقع. مش قوي كده. ايه؟ مكوينة برضو عمل حاجات مع سان داونز، يعني هو استكمل عمل موسيماني. لا، ما انا ما قلتش ان هو سيء كبير مع الفريق. هو انت النهارده مساله بناء اي فريق في الدنيا بتحتاج وقت وصبر طبعا كبير، وانت رايح على دوري مختلف تماما. طبيعه كل دوري، طبيعه الدوري المغربي بتختلف عن طبيعه الدوري في جنوب افريقيا، بتختلف عن طبيعه الدوري الجزائري، عن طبيعه الدوري المصري. الخبرات ان انت تطلع بره بلدك وتروح تصطدم بارض الواقع بحته ثانيه. يعني مثلا موسيماني جه حقق نجاحات مع الاهلي، ولكن في النهايه كانت النهايه مش جيده، ولما راح دوريات اخرى ما نجحش. فبالتالي الصدمه بطبيعه مختلفه في الدوري المغربي. انت مطلوب منك تكون فريق وانت اللي مسؤول عن اختياراتك، اختيارات اغلبها كان فيها او عليها. فانت اصبحت دلوقتي مطالب ان انت تصلح الاخطاء اللي انت وقعت فيها، لان كان عنده قناعات ببعض اللاعبين اتغيرت او هتتغير في الانتدابات الشتويه دلوقتي. وانا احسب له حاجه، واحد غيره ممكن يذهب لابناء بلده زي ما عمل مع كاسيس مايلولا، ولكن كاسيس مايلولا بيقدم مباريات جيده. ليبو موتيبا الراجل اللي كان بيلعب في ستراتسبورج وكان من المتالقين من فتره طويله مع منتخب جنوب افريقيا، هو جه للاختبار شافه مش مناسب لان تقريبا بقاله سنه ما بيلعبش. تقييم فني ده رقبتي في الاخر يعني. ودي ميزه لان في بعض المدربين بيمشوها بطرق اخرى، انا مش عايز اسهب في الموضوع يعني ده. انت شايف ان الوقت هو اللي كان في صالح مكوينة، ده عامل التغيير الاول في الوداد. والضغوط اللي اتعملت عليه انعكست عليه بالايجاب، لانه بدا يبص بعين الحقيقه بقى للموضوع. لا، انا عندي مشاكل كتير في مركز الظهير الايمن ومركز الظهير الايسر. جاب فهد موفي الراجل اللي كان بيلعب في هايدوك سبيليت وواحد من الاسماء اللي ممكن تدي اضافه للوداد. بيبحث دلوقتي عن ميكل مالسا، ويقال ان هو خلاص خلص، هو كان تحت الاختبار، ولكن انا بس عندي تحفظ عليه شويه ان في 10 سنين لعب تقريبا ل 10 انديه وتألق مع ختافي وتألق في الدوري معلش، بس انت عايز حد يلحقك الموسم ده بالظبط. هو لاعب وسط مدافع وفي كاس عالم انديه وبعد كده يحلها ربنا. في كلام، ولكن المقابل المادي وقف عائق. جمال الشماخ اللي كان مرشح للاهلي قبل كده، وفي كلام على المهدي بن عبيد حارس مرمى الجيش الملكي. خلي بالك، مهم جدا انت في فتره الانتقالات الشتويه تصلح الاخطاء اللي حصلت في الانتقالات الصيفيه، لان انت في بعض الانديه مش باصه بعين الاعتبار للانتقالات الشتويه عشان تعالج بعض الاخطاء. ويمكن ده الامر اللي بيخلي جمهور الجيش الملكي يلوم على الاداره بتاعته، ده الامر اللي مخلي جمهور المولوديه رغم الانتصار العريض اللي عملوه ولكن بيلوموا على ادارتهم ان لسه لحد دلوقتي مفيش انتدابات في الجانب الشتوي او الناحيه الوقت الشتوي. وده اللي بيعمله دلوقتي هشام آيت منا ورولان مكوينة، يبحثوا عن سد الثغرات اللي موجوده في الفريق. مع تحسن النتائج اعتقد ان الامر هيبقى افضل في الفتره القادمه. نهضة بركان في منطقة مختلفة تماما، لكن المنافسة على المركز الثاني بين نهضة الزمامرة الجيش الملكي والوداد هتكون قوية جدا حتى نهاية الموسم.